بسم الله الرحمن الرحيم. معلومات عن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي من قراءة وتجميع المؤرخ بسام الشماع وعضو اتحاد الكتاب. 199 معلومة. كل فيديو يتضمن 10 معلومات، وهذا الفيديو يتضمن المعلومات من 111 إلى 120. المعلومة رقم 111: بعد انتصار حطين العظيم استرد المسلمون طبرية وعكا ويافا إلى ما بعد بيروت، ثم فتحت القدس. المعلومة 112: تم الاتفاق في صلح الرملة أن تبقى القدس في يد المسلمين ويسمح للفرنج زيارتها دينيا، وأن يكون الساحل من أولها إلى الجنوب للمسلمين بقيادة صلاح الدين، وأن تغرب عسقلان، وأن يحتفظ الفرنج بالساحل من عكا إلى يافا، وهو شريط ساحلي فلسطيني ضيق. المعلومة رقم 113: دفن صلاح الدين أولا في قلعة دمشق، ثم نقل جثمانه إلى المدرسة العزيزية بالكلاسة شمالي الجامع الأموي عن طريق ابنه الملك العزيز عثمان ملك مصر. المعلومة رقم 114: تم دفن الأبطال نور الدين محمود والناصر صلاح الدين والظاهر بيبرس بدمشق. المعلومة رقم 115: أنجب يوسف صلاح الدين 17 ولدا وابنة واحدة. المعلومة رقم 116: لم يلقب صلاح الدين بلقب خليفة. المعلومة رقم 117: تنام إلى الأسقف الكاتب فينسنت دي بوفيه أسطورة عن صلاح الدين أنه حينما كان يعاني من سكرات الموت استدعى حامل رايته وأمره أن يطوف في أنحاء دمشق ويحمل برأس الرمح قطعة من كفنه وينادي بأن ملك المشرق لم يحمل معه إلى القبر إلا هذه الخرقة. المعلومة رقم 118: كتب الكاتب الشيعي ابن أبي طي وهو متوفى في عام 1233 عن صلاح الدين بتميز وإعجاب واهتمام، رغم أنه هذا الكاتب الشيعي كان مناهضا لنور الدين محمود ابن زنكي، ومن المعروف أن صلاح الدين كان سني. المعلومة رقم 119: ألف بهاء الدين ابن شداد كتاب عنوانه فضائل الجهاد خصيصا لصلاح الدين. المعلومة رقم 120: أفرد صلاح الدين ديوان للأسطول وأوقف عليه أوقافا، وعهد بالإشراف عليه وبنيابة ثغر الإسكندرية إلى أخيه الملك العادل أبي بكر ابن أيوب.